هلو جايز، ويلكم ماي يوتيوب channel. عارفه ان انا بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، بس بجد انا رجعت المره دي وبقوه، واستنى كل الفيديوهات الجايه. ومش عايزه اطول عليكم في المقدمه، فيلا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. طيب، زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو، النهارده هنتكلم عن حمامات الزيت. وحمامات الزيت بالنسبه لي ككريستينا، لما اي حد بيسالني عن شعري او بيقولي ان هو عنده مشكله في شعره، بتبقى اول اجابه دايما بتيجي في بالي هي حمامات الزيت. حمامات الزيت ليها فوائد كتير قوي وحاجات كتير قوي هنتكلم عنها في الفيديو. همشي الفيديو بنظام الاسئله، ان انا هسال السؤال وهجاوب عليه علشان نعرف نطلع باكبر استفاده من الفيديو. طيب، اول سؤال هبدا بيه: ليه نستخدم حمامات الزيت، او ايه هي فوائد حمامات الزيت؟ زي ما اتكلمت في فيديو قبل كده، ان الناس بتنقسم لجزئين: جزء ناس شعرها بيحتاج لبروتين، وجزء تاني شعرهم بيحتاج لترطيب. الناس اللي شعرها بتحتاج لترطيب هي دي الناس اللي بتستخدم حمامات الزيت. طيب، ايه هي برضو فوائد حمامات الزيت؟ اول حاجه ان هو بيرطب الشعر حلو جدا جدا، وطبعا ده بيفرق من الزيت اللي احنا بنستخدمه عن زيت تاني. انا هتكلم لكم في السؤال اللي جاي عن انواع الزيوت. اول حاجه ان هو بيرطب الشعر. تاني حاجه ان هو بيخلي الشعر يطول، وبيدي للشعر مظهر صحي ولامع وهكذا. وفي نفس الوقت بيقلل التقصف والهيشان وبيطول الشعر. فكل دي فوائد حمامات الزيت، بس بتفرق عن حسب نوع الزيت اللي احنا بنستخدمه. طيب، ده ينقلنا للسؤال التاني: ايه هي انواع الزيوت؟ انواع الزيوت ممكن نقسمها لجزئين او لثلاثه، على حسب ايه. في زيوت بتبقى زيوت خفيفه، زيوت تقيله، وفي زيوت تاني بتبقى زيوت عطريه. غالبا الزيوت العطرية بتندرج تحت الزيوت الخفيفة. طيب، خلينا نفصص الموضوع كده بالراحة. الزيوت الخفيفة هي الزيت اللي مش بيحتاج ان هو يتحط عليه زيت تاني علشان يتحط على الشعر. الزيوت التقيلة هي اللي بنحتاج نحط لها زيت تاني. برضو مش فاهمين؟ نوضح الموضوع بطريقة ابسط: ان احنا الزيوت التقيلة، او اللي هي زي مثلا زيت الخروع، ده لو اتحط على فروة الراس دايركت او على الشعر عامة دايركت، بيبقى قوامه تقيل، بيبقى صعب ان احنا اولا ندلكه في فروة الراس. بيبقى قوامه تقيل قوي، ممكن ان هو يسبب قشرة. لكن الزيوت الخفيفة هي بيبقى زيت ممكن نحطه على فروة راسنا لوحده، او نحطه على الشعر لوحده، وبيبقى سهل في ان احنا ندلكه وهكذا، ومش بيسبب قشرة. طيب، انا لو عايزة استخدم زيوت تقيلة بعمل ايه؟ بحط شوية من الزيت التقيل وبخففه بزيت خفيف، علشان يعمل قوام كده اللي هو وسطي، اعرف ان انا احطه على الشعر. طيب، ايه هي الزيوت العطريه؟ الزيوت العطريه دي بتبقى ان احنا عايزين ناخد الفايده بتاعه الزيت دوت، زي مثلا زي زيت النعناع او زيت الروزماري، نحطهم. بس برضو بنحتاج ان احنا نخففهم بزيت تاني. ممكن في ناس بتعمل ميكس ما بين ان هي تحط زيت تقيل على زيت خفيف على زيت عطري علشان تاخد الميكس دوت كله، بس يعني انا مش من الناس اللي بتفضل الموضوع ده قوي. هشرح لكم برضو النقطه دي بعدين. طيب، باختصار كده احنا قلنا ان انواع الزيوت: في زيوت تقيله وزيوت خفيفه وزيوت عطريه. هكتب لكم هنا كل الزيوت بالتفصيل كده: الزيوت التقيله والزيوت الخفيفه والزيوت العطريه، علشان نعرف نستخدمهم بعد كده ازاي. طيب، السؤال الثالث: ايه الزيوت اللي انا بنصح بيها وليه مش بنصح بالزيوت بتاعه العطار؟ الفكره هنا في ان انا استفاد من الزيت ان هو يكون فيه الخواص اللي بتفيد شعري. طيب، الزيوت بتاعه العطار غالبا بتبقى معصوره بدرجه حراره. الفكرة ان الزيت كل ما اتعصر من غير درجة حرارة، او اتعصر زي ما بيقولوا على البارد، كل ما حافظنا على الفوائد بتاعة الزيت. طيب، الزيوت بتاعة العطار غالبا بتبقى يا اما مخلوطة يا اما معصورة على درجة حرارة، فبتبقى الخواص اللي احنا بنبقى محتاجينها بتبقى غالبا قلت. فهنا انا مش بنصح بالزيوت دي. في ناس كتير قوي بتجيبها وتجيب كذا نوع وتقعد تخلطهم ببعض، زي ما قلنا ان في انواع زيت بيعملوا كده علشان اللي هو على اساس ياخدوا اكبر استفادة من الزيت للشعر. بس الفكرة ان الزيت ذات نفسه هو اصلا بقى فاقد لاغلبية الزيت اللي فيه. طيب، ننصح هنا بايه؟ في كذا نوع. ممكن مثلا شركات زي امتنان او نفرتاري، الشركات دي بيبقى الزيت جودته حلوة. دول ممكن نجيبهم ونعمل احنا الخلطة دي في البيت. يا اما ممكن نتجه على طول للزيوت اللي هي بتبقى اوريدي مخصوصة للشعر، اللي هي مثلا زي رو افريكان، او مثلا زيت مثلا دبر املة او ترشب او فاتيكا او الحاجات اللي زي كده. دي اوريدي زيوت مخصوصة للشعر. واحيانا كنت بعمل حركة كده، ان انا كنت بجيب كبسولات فيتامين اي من الصيدلية، وكنت بفضي واحدة على ازازة الزيت واستخدمها. يعني كنت بحس ان الشعر ممكن ياخد اكبر استفادة من الموضوع ده كمان. طيب، هلاقي هنا حد بيقول لي ان الزيوت مثلا زي بتاعه امتنان ونفرتاري والحاجات دي غاليه، وان احنا صعب جدا ان احنا نجيبها وهكذا. عادي على فكره، مش لازم ان احنا عشان نجيب زيت ونهتم بشعرنا ان هو يكون غالي. يعني في انواع كتير قوي في السوق بتكون سعرها حلو، وفي نفس الوقت بتدي فايده كويسه للشعر. يعني انا عن نفسي في فتره كبيره قوي كنت بستخدم زيت دبر امله، وانا ما زلت بستخدم زيت دبر امله. وعايزه اقول لكم ان هو يعني انا بجيب على طول الازازه الحجم الكبير، علشان
يعني عشان هو فعلا بالنسبه لي حلو وبيقعد معايا كتير. فده كان بالنسبه لي سعره كويس جدا، هو كان تقريبا في حدود ال50 جنيه، وازازه الكبيره بتاعته ب50. فهو من الحاجات الحلوه جدا، يعني هو تقريبا لو هنجيب الحجم الصغير منه هيبقى ارخص تقريبا من الزيوت بتاعه العطار. فالفكره مش في السعر قد ما الفكره بتبقى ان احنا بنعرف نجيب حاجات تفيد شعرنا. ازاي بقى نستخدم حمام الزيت؟ حمام الزيت بيستخدم على فروة راس جافة مش مبلولة، بيبقى ماكسيمم قبل ما ناخد مثلا الشاور بساعة او ساعتين، وانا بفضل موضوع ساعة بصراحة لان بحس ساعتين ده كتير قوي. اهم حاجة ان احنا حمام الزيت ما بننامش بيه خالص. انا شفت ناس كتير قوي كانت بتنام بحمام الزيت وده غلط جدا، لان دوت بيسد مسام فروة الراس، وبيخلي بعد كده يطلع لنا قشرة وفروة الراس تبقى مدهننة بزيادة. فهو ماكسيمم قوي ان احنا نحطه قبل مثلا ما ناخد الشاور بساعة. طيب بنحطه على فروة الراس وبنحطه على الشعر، اطراف الشعر اهم حاجة، وبنعمل مساج لفروة الراس لمدة 5 دقايق. بعد كده بنعمله مثلا كحكة ونسيبه. طيب بعد كده لازم لما نخش الشاور نستخدم شامبو فيه سلفيت. ليه فيه سلفيت؟ علشان دوت بيساعد ان الشامبو ينظف فروة الراس كويس جدا، فما يبقاش فيه اي بواقي للزيت. طيب حد هيقولي مثلا لما يبقى فيه بواقي للزيت مثلا يبقى الشعر بيستفاد منه اكتر. لا، برضه هنقول ان الناحية التانية ان هو بيسد مسام فروة الراس وممكن يطلع قشرة. فلازم نتأكد ان احنا بعد ما غسلنا شعرنا ان هو ما بقاش فيه اي زيت. طيب بعد كده بنطلع ننشف شعرنا ونبقى الروتين بتاعنا كله عادي. اهم حاجة، طيب اهم حاجة بعد ما نطلع من الشاور لو احنا هنعمل شعرنا مكوى يبقى نلغي كل اللي احنا عملناه دوت ومنحطش حمام زيت خالص. ليه ما ينفعش ان احنا نستخدم المكوى طالما احنا ما ينفعش نستخدم حمام الزيت طالما احنا هنعمل شعرنا مكوى او بيبي ليس؟ لان هو عبارة عن اكننا كده لما بنبقى مثلا الشعر شرب زيت وبعدين احنا قمنا ماشيين عليه بالمكوى. عارفين فكرة ان احنا حاطين زيت على النار وبعدين قمنا مسخنين عليه وحاطين مية؟ احنا شعرنا فيه الى حد ما زيت من تحت، وبعدين احنا قمنا في مية، يعني هو زيت ومية، وبعدين احنا قمنا عاملين عليه حرارة. هو كده حرفيا احنا بنحرق شعرنا. فنقطة مهمة جدا، لان انا كنت بعمل الحركة دي زمان ايام بقى العيد وعايزة اظبط شعري وكده، ان انا بقى اقوم عاملة حمام زيت وبعد كده اقوم رايحة عاملة شعري مكوى. حرفيا كنت بحرق شعري. فدي معلومة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. طيب استخدم حمام الزيت كل قد ايه؟ بصوا، حمام الزيت هنا هيفرق من شخص للتاني. ازاي؟ يعني ان احنا مثلا لو احنا فروة راسنا عادية، انا عن نفسي يا كريستين عشان فروة راسي عادية بستخدمه مرتين في الاسبوع، لان هو بيديني كذا فايدة تانية غير ان هو بس يرطب فروة راسي. طيب لو احنا فروة راسنا دهنية نستخدمه هنا مرة واحدة في الاسبوع لو احنا حابين، وكمان المرة دي يكون بنستخدم فيها زيت خفيف، ما ينفعش خالص ان احنا نستخدم فيها زيت تقيل. طيب لو احنا فروة راسنا جافة، هنا ممكن نستخدمه مع كل غسلة لشعرنا علشان يدي شعرنا الترطيب اللي هو محتاجه. بس كده انا خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. اكتبولي في الكومنتات لو عندكم اي اسئلة تخص مجال الشعر، الميك اب، الحاجات دي. واكتبولي برضو لو عايزين اي فكرة فيديوهات، واستنوا كل الفيديوهات الجاية اللي انا هنزلها. وثانك يو لو بتتفرجوا لغاية دلوقتي، وانا بحبكم قوي. وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وعلى تيك توك. وبس كده، باي.